قبل 7 سنوات كان حمزة حسين كغيره من آلاف الشباب الصوماليين عاطلا عن العمل، لكن القدر ابتسم له كما يقول بعد أن التحق بمعهد الانتفاع للحرف اليدوية في مقديشو. حمزة يعمل الآن في ورشة إنتاج تابعة للمعهد، ويقول إن حياته باتت أفضل. لقد تغيرت حياتي بشكل كبير، تزوجت ولدي أطفال، تعلمت الكثير وأشرف حاليا على قسم كبير في الشركة. أيقنت أهمية الحرفة في حياة الإنسان وكيف أنه يستطيع أن يغير حياته نحو الأفضل. يركز معهد الانتفاع كغيره من المعاهد المهنية التي انتشرت في مختلف المدن الصومالية على التدريبات المهنية، لا سيما الحرف اليدوية كاللحامة والكهرباء وتصميم الشبابيك والأبواب وغيرها، وتتوزع الدروس التي تقدمها بين نظرية وتطبيقية. ويحصل خريج هذه المعاهد على فرصة عمل في ورشة إنتاج تابعة لها. ما دفعنا إلى تأسيس هذا المعهد هو اختفاء مراكز التدريب المهني بعد سقوط الحكومة الصومالية، وأيضا زيادة نسبة البطالة في البلاد. المعهد نجح في تخريج عمال محترفين استطاعوا تدبير حياتهم سواء في ورشتنا أو في غيرها. نعتقد أن مثل هذه المعاهد ستساهم في خلق فرص عمل للشباب العاطلين. غدت المعاهد المهنية في الصومال على قلتها بصيص أمل لآلاف الشباب العاطلين في بلد تصل نسبة البطالة فيه نحو 70%، وهو ما يرغم كثيرا من الشباب على مغادرة البلاد وركوب البحر نحو أوروبا بحثا عن حياة أفضل. 70% من سكان الصومال هم من فئة الشباب، وتمثل معاهد التدريب المهني هذه فرصة لهم، لكن انتشاله من أنياب البطالة الخانقة يحتاج إلى جهود أكبر. جامع نور، الجزيرة، مقديشو.